ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. شفت فيديو كده من فتره انا عملته وطبعا كالعاده اداره التيك توك الجميله الحلوه اللي هي داعمه لكل شخص وطني حذفته. كنت سامعه فيديو لواحد عامل نفسه مفتي، اللي هو جده بلغ عن عمر المختار. يعني جده نفسه خان عمر المختار وخان بلده، فمش هنستنى منه ان هو يحبنا. يعني طالع يفتي بقى يقول ايه؟ ان احنا لازم العالم، البلاد كلها مش مصر بس، لا البلاد كلها بما فيهم البلد اللي هو منها ليبيا، ان هم ايه؟ يطلعوا يعملوا ثوره ويوقعوا السيسي. ليه يا عم الحاج؟ هو السيسي اللي احتل بلدك ولا اللي خرب بلدك ولا اللي سرق ولا سرق بلدك؟ هو السيسي اللي دخل الجيش بتاعه بلدك؟ ها؟ هو السيسي اللي دخل؟ ها؟ فعارف انت طبعا الجيش التركي اللي دخل ليبيا وقاعد يتأمر وانتوا شايلين جزمتهم على دماغكم. هو السيسي السبب، صح؟ السيسي السبب في خراب ليبيا، في خراب اليمن، في خراب فلسطين، في خراب لبنان، في خراب قلت سوريا باين وسوريا. فهو السيسي السبب، صح؟ يا مفتي يا حفيد الخاين، يا مفتي الدولار او المبلغ بقى، شوف انت بتاخد بقى عملة، يا مفتي الفلوس اللي يرملك اكتر تفتي اكتر. ما سمعناش يعني فتوى كده ليك على اللي بيعملوه، على اللي بتعمله اسرائيل في فلسطين، على القواعد الامريكيه اللي في دول الخليج اللي بيطلع منها الطيران يضرب باهل فلسطين؟ ما سمعناش منك فتاوي دي يعني؟ ولا انت ما قبضتش الثمن فيها؟ ما سمعناش فتوى تحرم ان دخول اي جيش عندكم في بلدك. ما سمعناش. انت اخو الارضاوي في الرضاعه، صح؟ اكيد انت اخو الارضاوي في الرضاعه. هو اخو كل خاين، يا خاين بلده بيقبض الثمن. يا راجل يا موميا، يا موميا، يا موميا، يلي مفكر نفسك ان انت لو لما تنزل التراب هتفكر ان هترشي ملك الموت، هيأخر اجلك شويه. فكر كده، مفكر نفسك ان انت هترشي اللي هيجوا يحاسبوك، الملائكه اللي جايه تيجي تحاسبك. ده انت هتترزع، ده انت هتترزع رزع ان شاء الله بامر الله. يعني ده انت هتترزع رزع انت واللي شبهك. زمان القرضاوي سابقك بدعاوي العالم كله عليه، اللي افتى برضه وكذب ان العراق كان فيها نووي ولا فيها معرفش ايه لما اتخربت، ولما اتخربت كانت في نظره ان هي كده اتحررت. يا سلام لو كان عايش دلوقتي وشاف سوريا وهي بتتحرر، كان عمل فرح، كان عمل فرح زي ما ابنه عمل كده واتعكش. كان عمل فرح وقال لك سوريا اتحررت، وكان يعني زاط فيها طبعا. كله فلوس، كل زيطه ليكم وفتوى ليكم بفلوس، كل واحد بيفتي ليكم بفلوس. طبيعي. اطلع يا شيخ مسمي نفسك صادق، ده انت كداب، ده انت كداب. اطلع افتي لنا باي حاجه كده وتقبضك. عارف اقسم بالله لو السيسي اداك فلوس هتبوس جزمته، اقسم بالله هتبوس جزمته، لانك كده مفتي الفلوس. اللي يرمي لك فلوس تبقى خدامه، تبقى خدامه. ما شفناش ليك فتوى على اللي بيحصل في بلدك. ما شفناش فتوى كده وانت بتهاجم الدببه اللي عندك اللي نافخينك. لا ينفخوك انت ليه؟ ده انت خدام تحت رجليهم، اللي نافخين الشعب الغلبان. اللي في منهم بيطرد من بيته وبتاخد بيته وارضه. ما شفناش منك كده يعني. ما شفناش منك فتوى على حمديتي اللي في السودان. ما شفناش منك فتوى. ايه؟ نايم انت، صح؟ كنت نايم انت وقتها. والله انا مش عارفه اقول ايه يا مفتي، يا الاخو الارضاوي في الرضاعه انت. كلها ايام وهتقابل وجه كريم. شوف انت هتقول له ايه بقى. شوف انت هتقول له الفلوس هتنفعك، هتقول له ايه؟ هتفتي ايه في لما تروح عند ربنا؟ مش عارف. ما تعملوش حساب اليوم ده اساسا، ما تعملوش حساب.
كل ده علشان عايز مصر تبقى شبهكم، شبه سوريا وشبه ليبيا وشبه اليمن وشبه اسمها ايه، فلسطين. انت بص سبحان الله، اليهود عايزين السيسي يمشي، اللي بيقولوا ايه ان السيسي عامل ليهم، اسرائيل عايزه تحتل مصر، تخرب مصر، وانتوا ما شاء الله بتعملوا زي اخواتكم بالظبط، وعايزين زي اخواتكم بالظبط اليهود. شفتوا انتوا ماشيين نفس المنهج ازاي، النهج بتاعهم. وسبحان الله والله مش هتلاقوا اللي احنا قدامكم. سيبك من الجيش، الجيش كده كده شغل العيال بتاعكم ده مش بيهمه ولا شاغل دماغه. انما تخيل بقى احنا الشعب نفسه لما تلاقوا قدامكم كده بيطلع عين اللي جايبينكم. صعب عليكم برضه، صعب عليكم تعرفوا ان في شعب لسه شريف بيحب بلده. صعب عليكم تعرفوا ان في شعب هو اللي واقف وساند بلد. صعب عليكم قوي، صعب عليكم تلاقوا شعب كتر الازمات اللي هو فيها واقف في ظهر بلد ورئيسها برضه. عارفه ان صعب عليكم والله. ليه بقى صعب عليكم؟ لان انتوا اول ما حد دخل بلدكم وقال يا خراب سلمتوا، نزلتوا تحت رجليهم، نزلتوا تحت رجليهم وقلت لهم يا مرحبا اخربوا بلدنا براحتكم، اخربوا بلدنا براحتكم. فعشان كده بيصعب عليكم تلاقوا بلد واقفه على رجليها، وخصوصا مصر. يا مفتي الفلوس هنلم لك ونبعت لك فلوس عشان تسكت، بس كده عينين، عشان اللي زيك ما بيشبعش. اللي زيك وهو حتى نزل التراب هيبقى مادد ايده كده، هيبقى مادد ايده، ادوني علشان الحق نفسي تحت. يعني انا مش مستغربه اذا كان جدك كان كده خاين، هتطلع انت. بيقول لك يخلق من ظهر الخاين خاين، يخلق من ظهر الخاين خاين. كاتك 60 نيله. السلام عليكم.